السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم غالياتي في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم حبيت نشارك معكم وصفه راهي دايره حاله في مواقع التواصل، في التيك توك، في اليوتيوب. تحليه بطعم الكراميل تجي ولا اروع. هي بالفلون تجي ما شاء الله، صدقوني البنات هذه التحليه تجي الله يبارك. انا درتها في هاد لي بواط اللي يديروا فيهم الصاب اللي يبيعوهم في لي سوبيرات. شتو التحليه تاعنا كيفاش جات ما شاء الله، بنينه 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 قراف بنينه. لاول مره تزور قناتي نقولها مرحبا بك، نورتي. نروحوا للوصفه نبداو على بركه الله. هنا عندي 3 كيسان تاع حليب، كما تشوفوا راح نديرها في كاسرونه. راح نحط 3 كيسان تاع حليب، ونحط 2 مغارف كبار تاع مايزينا نشاء الذره، وراح نحط 2 علب تاع فلون بطعم الكراميل. لازم يكون بطعم الكراميل باش تجي يعني يجي الجو تاع التحليه بنين. هاد العلبه فيها 54 غرام، يعني راح نحتاج ل2 علب. بالك وتنساو البنات راهي بطعم الكراميل. راح نخلط هاد المكونات بالفوين، نحطهم فوق النار حتى يغلي معايا الخليط. كي يغلي راح نجيب ريسيبيون ونحط نحط الخليط تاعي، نغطيه ونديرو في الثلاجه حتى يجمد معايا. كما راكم تشوفوا انا حطيته فوق النار. المهم البنات قبل ما تشوفوا تكملوا الفيديو روحوا ديروا لي جيم للفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس. كما راكم تشوفوا انا حطيت في الريسيبيون، حطيت التحليه تاعي، غطيتها بالبابي فين باش ما تتشكليش هذيك الطبقه من الفوق. نحطها، انا حطيتها في المجمد باش تبرد معايا تجمد. كنت مزروبه باش ندير لكم النتيجه نصورها. بعد ما جمدت معايا هنا جبت كاس تاع بودره شونتي. انا هنا ما لقيتش متعوده ندير ببلونش ناج، هنا درت تاع المرجان. تسمى ما لقاش السعر تاعها شويه غالي، هذه فيها 600 غرام 75 الف، غاليه. راح ندير كاس تاع بودره شونتي، نكي الكاس ونجيب الخليط تاعي اللي خليته يبرد. لازم يكون بارد، سما اذا ما كانش بارد ما راح تطلع معاك الكريمه. راح نضيف هذاك البودره شونتي، راح نضيفها للخليط ونطلعها بالباتور حتى يتبدل اللون تاعها وتضاعف الكريمه تاعنا، يعني يضاعف الحجم تاع الخليط تاعنا. لأول مرة تزور قناتي نقولها ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. مهم البنات ما تبخلونيش بالجام من فضلكم، باش ديما نحط لكم جديد ويوصلكم يعني الإشعار كل ما نحط وصفة. كل ما نخلط لازم نحبط هذوك اللي يجوا على الأطراف باش يتخلط الخليط كامل يكون متجانس. احنا كما راكم تشوفوا لازم تحصلوا على هذا القوام، يعني تكون الكريمة طلعناها مليح. هذا هو قوام الكريمه، تجي خفيفه ماشي ثقيله بزاف وماشي ثاني ماشي جاريه بزاف. راح نجيب هاد العلب، انا شريتهم ب 2500 للوحده. اللي ما حبتش دير في العلب تقدر دير في اي مول عندها ولا ليفيغين ولا اي حاجه. انا حبيت ندير في هاد العلب باش نقدر نغلقهم، يعني اذا ما كليتهمش اليوم وبقى لي الغدوه نغلقها ونخليها في الثلاجه. هنا راح نجيب بسكوي درته وشمخته في الحليب ونحطه، نبدا كطبقه اولى نحط البسكوي تاعي. انا هنا في القاعده درت 2 طبقات تاع بسكوي، يعني درت 2 باش يكونوا شويه خشين من التحت، ومن بعد درت الطبقه الثانيه تاع الكريمه اللي كنا خلطناها من قبل. كما راكم تشوفوا هنا درت 2 طبقات تاع البسكوي. هنا نجي نوزع الكريمه تاعي، راح ندير الطبقه الاولى وبعدها راح نزيد ندير طبقه تاع بسكوي وبعدين نزيد الاخيره نديرها كريمه. صدقوني البنات هاد التحليه تجي بزاف بزاف بنينه، قراف بنينه. راح تجربوها وعلى بالي بلي راح تعجبكم، واحتفظوا بالوصفه يعني اذا كنا حيين لشهر رمضان الكريم. هذه الطبقه الثانيه كما قلت لكم، وراح نزيد ندير الطبقه الاخيره تاع الكريمه ونسقمها وندير كامل كيف كيف، يعني العلب كيف كيف.
كيما راكم تشوفوا انا هاد الكميه دارت لي 3 علب من هاد الحجم، يعني تاكلي وتوكلي وتقدري تعتمديها كمشروع ثاني. راح يكون مشروع ناجح وراح تدخلي بهم دراهم ما شاء الله. راح نحضروا صلصه الكراميل. هنا عندي كاس الا ربع تاع ام وليد اللي يرفد 220 مليلتر. حطيت السكر تاعي كي يبدا يذوب، يعني ما نبداش نخلط فيه حتى يذوب لي. راح نخلطو. هنا بدا يذوب السكر تاعي. راح نجيب ملعقه تاع حطب ونبدا نخلط فيه بشويه، ولازم نحاول اني هكا نحرك شويه الكسرونه باش ما يتحرقليش. هنا بعد ما ذاب راح نجيب ملعقه متوسطه، يعني ماشي تاع قهوه، ملعقه متوسطه تاع مارغرين ولا زبده، راح نخلطها جيدا. بعدها نجيب كاس الا ربع تاع حليب يكون ساخن، لازم يكون سخون باش مادام الكراميل راهو سخون لازم نضيفوا له حليب يكون سخون. بعد ما تضيفوا الحليب قادر يتحجر لكم شويه، يعني الكراميل يولي على شكل سكر، ما تخافوش حتخلطوا، راح يعاود يذوب يولي كيما كان. وراح نجيب ربع كاس تاع ماء، نضيف فيه النشا، نخلطو راح نضيفوا للخليط تاعي، نخليه شويه فوق النار. كي يبدا يعقد لي، يعني يبدا يغلي هذاك الخليط، راح نطفي عليه. هذاك هو الكراميل. صلصه الكراميل راح تجي بزاف بنينه، راح تزيد التحليه بنه على بنه. كيما قلت لكم هنا راني ضفت ربع كاس تاع ماء اللي حليت فيه النشا، وراح نخليه يعقد لي شويه. البنات اذا عجبكم الفيديو تاعنا اليوم خلوا لي في التعليقات، وصدقوني هاد التحليه راح تعجبكم بزاف، وعلى بالي باللي راح تعاودوا تجربوها شحال من مره. هنا بدا يغلي معايا الخليط، راح نخليه يغلي شويه ونطفي عليه. بعد ما غلى لي الخليط انا باش نزرب رحت درتو في اناء باش يبرد لي، باش ما يبقاش في الكاسرونه يبقى سخون. ما نحطوش سخون فوق التحليه تاعنا لانه راح يذوب لي هذيك الكريمه ويتخلط، ما لازمش نديروه هو سخون، خلوه يبرد شويه. هنا بعد ما برد معايا شويه الكراميل راح نديرو من الفوق كطبقه اخيره. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعنا اليوم. راح ندير كامل الكميه اللي عندي، يعني راح ندير 3 علب اللي درتهم، ندير لهم طبقه ثالثه كراميل، ونزين بالكاوكاو ولا اللي عندها اللوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي كيما تحبوا. انا زينت كاوكاو يكون محمص باش يجي الكو تاعو مليح. اذا درتو كاوكاو يعني ماشي محمص ما يجيش بنين. وصلنا البنات نهايه الفيديو. ان شاء الله يكون الفيديو تاعنا اليوم خفيف ظريف عليكم، وتستفيدوا من هذه الوصفه وتخبوها يعني المناسبات، وما تستعتمدوها كمشروع. كل وحده كيفاش حبت، واللي حبت تديرها لاولادها تاني نقولها غير ديريها، على بالي راح يفرحوا بها بزاف. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.